مرحبا. إذا خوتي خواتاتي، واحد خبر اللي هو خطير جدا، وهي أن فرنسا راها كتصعد اللهجة وكتدرس فرض العقوبات القاسية على الجزائر من بعد ما رفضت هذه الأخيرة استقبال المطرودين من فرنسا. إذا وزير الداخلية الفرنسي قال اليوم، وتعليقا على رفض الجزائر استقبال مؤثر جزائري واللي طردته السلطات الفرنسية بعد نشره فيديو عنيف بأن الجزائر راها كتسعى إلى إدلال فرنسا. هذا القول ديال وزير الداخلية الفرنسية. نفس الوزير كيضيف في التصريحات ديالو للصحافة خلال زيارة إلى نانت، قال: أعتقد أننا وصلنا إلى درجة مثيرة للقلق للغاية مع الجزائر. إذن خوتي خواتاتي، تم القبض على المؤثر الجزائري الملقب بدوالمين على تيك توك يوم الأحد في مونبولي، وتم الترحيل ديالو إلى الجزائر يوم الخميس، وهذا قبل ما تقرر السلطات الجزائرية الرفض ديالها لاستقباله، وقررت الإعادة ديالو إلى فرنسا في نفس اليوم. وزير الداخلية الجزائري قال اليوم للإعلاميين بأن لقد أصدرت أمرا بالطرد، والسلطات الجزائرية لم ترغب في السماح له بالنزول على الأراضي الجزائرية، وهو ما يتناقض تماما مع القواعد. وكيضيف نفس الوزير، يعني وزير الداخلية الجزائري، قال: أعتقد أن فرنسا لا يمكنها أن تتسامح مع هذا الوضع، داعيا إلى تقييم كل الوسائل المتاحة فيما يتعلق بالجزائر من أجل الدفاع عن مصالحنا. وخوتي خواتاتي، وتم مؤخرا اعتقال جزائريين آخرين بسبب نشرهم محتويات على الإنترنت اللي كتدعو إلى ارتكاب أعمال عنف ضد معارضي النظام الجزائري. إذن يعني تصعيد خطير جدا جدا هو ذلك الذي قامت به وراها تدرسه فرنسا باش تفرض عقوبات قاسية جدا على الجزائر.